رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. يا صباح الفل، صباح الورد، صباح النشاط. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وحشتوني 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 من هنا لاخر الدنيا. مفتقداكم قوي يا بنات. ده اول فيديو انزله في رمضان السنه دي. كل سنه وانتم طيبين، عشان هي متاخره وما نزلتش فيديوهات خالص الفتره اللي فاتت. بس هحكي لكم كل حاجه، بس انتوا والله العظيم وحشتوني. انا قلت ما ينفعش ابدا الفيديو كده على طول ونبدا يومنا كده ونشتغل فيه من غير ما اطلع واسلم عليكم واصبح عليكم واقول لكم ان انتوا والله وحشتوني قوي. عاملين ايه يا بنات في رمضان وعاملين ايه في الصيام؟ يا رب يتقبل مننا باذن الله ويخلص رمضان واحنا مجبورين الخاطر وربنا غافر كلنا كل ذنوبنا يا رب. اللهم امين. ايام في رمضان بتخلص بسرعه قوي يا بنات، يوم بيجري صاروخ. الاسبوع اللي فات ديما كانت تعبانه جدا وما راحتش ولا يوم المدرسه من كتر التعب. حتى لما رحنا الاستشاره بعدها بكذا يوم الدكتور قال لا لسه هنستمر على الادويه تاني لمده 3 ايام. وعايزه اقول لكم يعني شفت اسبوع كده ربنا ما يوريكم يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويشفي ولادنا يا رب ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. بس ده السبب ايه بقى؟ ان الاستاذه الصغنطوطه كان عندها حفله بتاعت رمضان اللي هي كانت اليوم الخميس اللي كان قبل رمضان على طول، وكان اليوم ده فيه ديش بارتي. فعايزه اقول لكم بقى ان هي كانت لابسه هدوم عادي يعني مش تقيله قوي، وكانت لابسه عليها العبايه بقى والطرحه وكده. فلقيتها جايه لي من المدرسه قلعه بقى العبايه وقلعه الطرحه، فاللي هي ايه خففت كده شويه لما قلعت. ما تعرفوش بقى مع الديش بارتي والاكل والحاجات دي كلها ايه الدنيا باظت معايا. تاني يوم بقى سخونيه وبرد وترجع، بصوا حاجات صعبه قوي كده. وجات لها نازله ومع التهاب الجيوب الانفيه ومع احتقان بصي كانت حاجات صعبه قوي لدرجه ان تاخد 7 انواع من الادويه. انتوا متخيلين 7 وكلهم مواعيدهم مختلفه، وفي اللي مره وفي اللي مرتين وفي اللي 3 مرات. فانتوا متخيلين ان كل شويه الاقي الموبايل بيديني كده اشعار ان في دواء فلاني الوقت الفلاني، فتقريبا ما كنتش بنام. فالحمد لله الاسبوع ده خلص كده الحمد لله، وهي بقت كويسه ونزلت المدرسه. فقلت لا بقى ارجع كده نرجع لنشاطنا تاني ونرجع نشتغل كده مع بعض. وعشان انتوا وحشتوني قوي احب كده اشارككم من الايام اللي جايه واليومياتي في رمضان. فان شاء الله الفيديوهات تبقى حلوه كده. المهم تعالوا بقى عايزه اوريكم الريسبشن عشان انا ما وريتكمش قبل رمضان الحاجات اللي انا عملتها. انا ما صورتش بصراحه لان كان على بعضه يضرب يقلب. فتعالوا اوريكم عملت فيه ايه. بصوا بقى الحلاوه اللي انا عملتها. انا الطقم ده يا بنات فرشته كده قبل رمضان بيومين بالظبط، ما لحقتش بقى اصور ولا اعمل اي حاجه. فحطيت الطقم القمر دوت، كنت حاطاه السنه اللي فاتت بس ده اول مره احطه معاكم هنا على القناه. بصوا بقى الجمال بتاعه، بصوا التفاصيل. انا كنت طالباه اونلاين السنه اللي فاتت من بيج على الانستجرام تقريبا، وانا مش فاكره على الفيسبوك، عموما اسمها ستاره معروفه هناك. فالمهم بقى كنت طالبه عندهم الرانر الحلو ده، وكنت طالبه من عندهم الكوشنز اللي هي دي ودي ودي ودي، وهي طالبه معاهم دي بقى الخطيره خطيره بجد. هي نظامها كده ان هي بتتعلق على الحيطه، وعندهم برضو الستاره نفس الرسمه، هم معروفين يعني. فالمهم السنه اللي فاتت كنت طالبه من عندهم دول، فقلت بقى افرشهم. بصراحه بحبهم جدا وما لحقتش يعني، رمضان اللي فات جري بسرعه فما لحقتش اتهنى بيهم. فحطيتهم وحطيت معاهم اللون الاصفر خطير خطير. حبيت اغير كده شويه في الديكور، حطيت هنا الاباجوره دي والزرع وشمعه كده بتعمل جو حلو قوي بالليل. وبصوا بقى الترابيزه، البوكيه الورد الجديد القمر ده كنت ناويه احطه على العيد، بس عماله اقول احط ايه هنا احط ايه هنا، فقلت والله يلا لا انا احطه وبعد كده بحطه في العيد في الليفينج ولا حاجه. بس بصوا الجمال بتاعه خطير قوي، وبس هو ما شاء الله كبير كده. وحطيت الفانوس وحطيت هنا السبحه مع الشمعه. والرونر ده ما حبيتش احطه على السفره، حبيت احطه هنا ان هو قصير، شكله على السفره مش قوي يعني مش احسن حاجه. ما حطيتش حاجه تاني، كرسي انا حطيت حاجه ساده عليها وبس كده. هنا بقى حطيت عند الحيطه دي، بصوا دي كنت حطاها السنه اللي فاتت وكنت محتفظه بيها، لزقتها وبس. حطيت كده حاجات بسيطه على الجزاء. والناحيه التانيه عند السفره حطيت الرانر ده كنت جايباه رمضان قبل اللي فات، فحطيت الرونر بس بتاعه، ما حطيتش الكوشنز. وحطيت كده ايه شمع كسترات كلمه رمضان، والفانوس ده فيه بتاع بينور كده شمعه.
وبس كده حبيت اعمل ديكور بسيط للترابيزه. المهم عايزاكي تقولي لي ايه رايك في الطقم الحلو اللي انا حطيته في الريسبشن السنه دي، وعايزاكي تنزلي تشجعيني وتعملي لايك للفيديو وتسيبي لي كومنت حلو زيك، واشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش اول مره تشوفيني. وتعالوا بقى نبدا يومنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. تعالوا بقى ندخل على المطبخ بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهارده. بصوا، اول حاجه كنت حابه اجهز اكل الاياد، لاني انا هبدا بعديها هجهز بقى الفطار، وده هياخد وقت معايا فهتلهي فهتسحل كده شويه، فهبقى ناسياه، فلا حرام، فبشوفه هو الاول واشوف اكله غياره الرضاعه الحاجات دي كلها عشان لما اجي ادخل المطبخ ما يشغلنيش. فهنا بقى عملت ايه، حطيت بيضه وكنت سلقه بطاطسايه صغيره، وحطيت معلقه كبيره من السبانخ، انا عاملاها معاكم في تفريزات رمضان فكانت في الفريزر، فاخدت معلقه كده منها وحطيت شويه من الكمون وشويه من البابريكا وكمان نص معلقه من الدقيق. وهنا جبت طاسه حطيت فيها زيت زيتون ويا دوبك كده حبه صغيرين قوي، وابتديت اعمل الخليط انزله في الطاسه على نار متوسطه عشان ما تتحرقش، وفي نفس الوقت البيض لازم يكون مستوي كويس جدا. الاكله دي حلوه قوي يا بنات، يد اللهم بارك تم 9 شهور، فدي اول مره بقى ادخله فيها السبانخ، فالحمد لله الحمد لله عجبته. جربتها في مره كنت عاملاها كده خضار طبيخ، فاكلتها له من الطبيخ ما حبهاش، حاسه تقريبا انه في حاجه بتفتف كده في بقه او لازقه طبعا مكان الخضار، فما حبهاش، فقلت لا خلاص انا ادخلها مع الاكل كده تبقى مضروبه فمش هيحس بيها، وفي نفس الوقت هياخد الفايده بتاعتها. فهنا كمان حطيت له فواكه، دي احسن طريقه لتقطيع الموز بالذات الاطفال الصغيرين عشان ما يشرقوش، وفي نفس الوقت عشان القشر ما ياكلوهوش، انتوا عارفين الكوارث اللي بيعملوها في السن ده. وحطيت له الميه بتاعته وكده كان الاكل بتاعه جاهز. اللهم بارك، كل اللي كله والباقي الارض كلته عادي، والترابيزه انتوا عارفين طبعا. دخلت هنا بقى هنبدأ نجهز الأكل بتاعنا. أنا بدأت هنا دخول بقى المطبخ يعني على الساعة كانت داخلة على 4، كانت 3:30 كده، قلت لا خلاص ندخل بقى نشوف هنعمل ايه وهنعمل جهز فطارنا ونشوف الحاجات اللي ورانا. قلت احط هنا زيت واحط كمان خل لان كانوا فاضيين. طبعا الحاجات دي يا بنات انا فرشاها معاكم كلها في الفيديو اللي فات، كنت عامله معاكم تجديد المطبخ وحطيت معاكم كل الديكورات الجديده وعملنا تنسيق جديد كده للرخامه، فوالله مبسوطه جدا بالتنسيق ده لاني كان نفسي اعمله قوي بقالي فتره، وتقريبا من تجديدات الشتاء لما قلت اعمله. بعد كده انتوا قعدتوا تحفزوني، قلت لي يا انغام خلي الحاجات دي اعمليها على رمضان وتكوني حاطه الحاجات الجديده، فبصراحه انتوا اللي حفزتوني لكده، مع ان اي نعم يعني الفيديو ما اتشافش قوي يعني، وانا زعلانه منكم في الحته دي لاني بصراحه بذلت فيه مجهود جامد جدا. الفيديو كان جبار في كل حاجه، من تنظيفات لفرش لديكورات لكل حاجه، بس الحمد لله يعني كل حاجه. المهم ان اللي شاف الفيديو عجبه وانبسطتوا بيه، فشكرا جدا لكل الكلام الحلو اللي قلتوه على الفيديو اللي فات. فهنا بقيت حطيت الخل وحطيت الزيت في الزياته، وطبعا كنت غسلاهم ومنضفاهم يعني مش حطاهم كده على طول. وهنا بقى قلت اجهز الفطار بتاعي، قلت اعمل لحمه، انا بحب كده اشوحها الاول شويه سمنه وزيت، وبعد كده احط البصل والطماطم والتوابل بقى بتاعته، شويه بقى ايه روزماري كده، يعني بصوا بيخلي ريحه الاكل بالذات اللحمه تحفه، بيخلي ريحه اللحمه حلوه جدا. وطبعا الورق لورا والحبهان والتوابل اللي انتوا عارفينها بتاعه الشوربه، سيبها بقى تستوي كده، واللحمه ما شاء الله ما خدتش وقت. اللحمه دي يا بنات اللي هي الفليتو، فما خدتش وقت خالص. هنا بقى قلت اعصج لحمه، ما لحقتش يا بنات اعصج لحمه قبل رمضان ولا العظيم، قعدت اقول لكم انا من الحاجات المهمه عندي السمبوسك وان انا اعمل لحمه مفرومه، دي بالنسبه لي اهم حاجه في اللحوم، لكن بقيه اللحوم انا ما بفرطش صراحه. لحوم ما فيش مكان ان انا اعمل حاجه زي كده، فبتاخد وقت. انا بحب كده ايه افتكس، يعني كل مره ممكن الاقي تتبيله حلوه تعجبني فاحب اجربها، فازعل بقى ان انا ما عنديش حاجه محتاجه تتبل. فعلى ايه، المهم بقى قلت اعمل بقى ساعتها اللحمه المفرومه والله، بس ما كانش فيه وقت خالص خالص خالص. تعب ديما اللي حصل قبل رمضان ده بصوا بقى دربك لي الدنيا. المهم بقى ايه، شفتوا بقى تاثير الصيام، انا المفروض كنت احط البصل الاول مع السمنه والزيت، بعد كده هنزل باللحمه بعد ما تتشمع كده وتصفر شويه. فالصيام والتهنيك بتاعي خلينا احط اللحمه الاول عادي خالص يا جماعه، عارفين لو علقتوا مش هقول لكم اعمل فيكم ايه. المهم والله العظيم اللي هو انا بعد ما حطيت اللحمه وحطيت التوابل، بحط طبعا ملح وفلفل، وحطيت واحدتين ورق لورا وواحدتين من الحبهان، وكمان حطيت قرفه وبهارات لحمه، ما بكترش توابل عن كده.
واسيبها كده تستوي، واحط شويه ميه لان اللحمه اللي عندي مش فيها دهون كتير. فحبيت احط نص كوبايه ميه كده. فالمهم وانا بعد ما خلصت كده بلف كده لقيت البصل في الطبق انا مقطعاه مجهزاه. اللي هو ايه ده، انا مخي كان فين اصلا؟ تاثير الصيام تقريبا والصحيان بدري. فحطيتهم بقى في الاخر، بس عادي يعني ما حصلش حاجه، واخد نفس الطعم واخد كل حاجه الحمد لله. الدنيا ما باظتش يعني. حطيت كمان المكرونه عشان تتسلق، قلت الحمد لله جاهز بس الحاجه واعمل بس السمبوسك بقى. وطلعت اللفه. عايزه اقول لكم النوع اللي هو ملك السمبوسك ده حلو قوي على فكرة، أول مرة أستخدمه فعجبني جدا. الحماية اللي كان جايبهولي، أنا على طول بستخدم السنبولة سواء في الجلاش أو السمبوسك، بس بصراحة دي حلوة قوي. اسمها زي ما بيقولوا كده ملك السمبوسك محسن توفيق. هي أصلا الكرتونة نفس بتاعة السنبولة بالظبط، حتى نفس الألوان وكل حاجة، بس عايزة أقول لكم أحلى منها وطرية جدا وما بتنشفش، والورقة مورقة كده، عارفين تشيلي الواحدة كده ما بتلزقش، ما بتتقطعش، ما بتنشفش حتى، مع اننا احنا في شتاء، بس حلوه جدا. فعملت كده شويه بالجبنه وشويه باللحمه المفرومه. طبعا طريقه لفه السمبوسه كان عملت بالطريقتين عشان تبقوا شايفينها. الطريقه اللي هي ان انت تعملي الاول الشكل الجيب ده، وبعد كده بتحطي فيه لطيفه وكل حاجه، وبتطلع الشكل مثلث بالظبط. لو انت بصي بقى للشكل، بصي زي ما عملت كده بتعمليها جيب او جراب كده او قرطاس، وبعد كده بتلفي زي ما انتم شايفين كده. ببدأ الف لحد ما بيديني الشكل الاخير دوت، اقوم حاطاه طبعا الدقيق طبعا اهم حاجه والميه عشان تمسك كويس جدا، وبقفله فبيبقى شكل مثلث بالظبط. الطريقه التانية بقى اللي انا بحط الكميه وابدا الف دي اسرع، انت فاهميني؟ بس ما بتديش مثلث قوي، تحس المثلث ايه، حد مديله فوق راسه كده شويه. بس المهم النتيجه والاتنين واحد في الاخر. وعملت كده الحشو، ما كانش عندي غير جبنه الموزاريلا اللي هي بتاعت الحمد ديت، كنت جايباها طبعا عشان اعمل بيها المكرونه البشاميل. فاخدت منها شويه كده، قلت احطها حلوه جدا بصراحه، انا بحبها قوي. فقلت مش مشكله يعني ميكس كده بين جبنه وبين اللحمه يبقى فيه تغيير. وهنا بقى قلت اعمل الخلطه البشاميل، استخدمت الخلطه الجاهزه اللي هي بالجبنه ومع اللبن وبس كده. وعملت شويه مكرونه بشاميل يا بنات، والله العظيم يستاهلوا بقكم. حاجه كده يعني فاخر من الاخر يعني ما شاء الله. بصي بدهن بقى الصينيه، اهم حاجه الطاجن دوت اللي هو الفخار بتاع ايكيا، فبدهنه كده الاول وبعدين انزل بالمكرونه واللحمه زي ما انتوا عارفين. طبعا اهم حاجه ناخد شويه من الصوص بتاعه البشاميل نقلب المكرونه عشان المكرونه كده تبقى واخده نفس الطعم، وبعد ما تستوي منك البشاميل ما تلاقيهاش المكرونه لازقه في التانية كده وتحس ان هي ناشفه مش واخده الطعم. لا، الخطوه دي بتخلي المكرونه من جوه جوسي جدا، وتلاقيها مفروله كده ما تحسهاش لازقه ببعض. احط بقى اللحمه المفرومه وننزل بالمكرونه ونظبط كده. طبعا انا مشغله الفرن يا بنات وانا شغاله، قلت عشان ادخل الحاجه على طول. احط بقى طبقه المكرونه استخدمتها، انا استخدمت نص كيلو اللي هو بتاع الملكه. حتى كنت لسه جايبه الحاجه فما لحقتش حتى احطها في المنظمات بتاعتها، فضيت كده الكيس على طول. المهم قلت ادلعهم واظبطهم كده واعمل لهم فطار حلو في اليوم دوت. قولوا لي انتوا ايه اخباركم، عاملين ايه وعملتوا ايه اول يوم؟ انا اول يوم بالنسبه لي عند حماتي يعني، فطرنا هناك بقى وبصراحه ظبطتنا. بس طبعا والله ما لحقتش اصور، طبعا انتوا عارفين ديما قلت لكم تعب ديما خلاني كنت مقريفه خالص والله، عشان كده ما كنتش بصور لكم حاجه. يعني طقوسي معايا كده بحب اشارككم السحور ليله رمضان والاوتفيت بتاع اول يوم رمضان واحنا رايحين كده عند حماتي، واصور لكم الاكل. بس التعب ديما خلاني بصراحه ما كانش عقلي فيا خالص خالص، فعشان كده ما كنتش ليا نفس خالص ان انا اصور او ان انا اشارككم الايام ديت. بس الحمد لله ملحوقه يعني يا جماعه. المهم قولوا لي انتوا قضيتوا اول يوم فين، في البيت ولا كنتوا عازمين ولا معزومين؟ قولوا لي كده يومكم كان ماشي ازاي. خلينا كده نغش مع بعض كده ومن بعض وجبات يا جماعه، لان بصراحه الواحد بيبقى محتاج يعمل ايه كل يوم. هنفطر ايه بكره، هنفطر ايه بكره، يعني السؤال ده تقريبا بيتسال 100 مره في اليوم. المهم عملت المكرونه بشاميل وحطيت كده الجبنه الموتزاريلا والبيض وسبتهم كده يستووا مع نفسيهم، واللحمه كانت استوت وخلاص كده. قلت بقى ايه الليل قرب يليل كده، نفتح الانوار بتاعتنا. بحب كده قبل المغرب كده بشويه ابدا بقى افتح الاضاءه وافتح التلفزيون ونبدا كده نشغل اجواء الرمضان بتاعتنا. يودا ودي انا اللي عملتها يا ماما. شطوره يا دودو. تعالى
تعالي لي يا بيدا، تعالي يا لولو. ايوه شاطر. شايفين يودا بقى شاطر ازاي؟ تعالى. المشاية دي يا جماعه بتاعت ديما وهي صغيره. ايوه هنبدا ننكش ونبدا نكتشف. تعالى سيب الباسكت. تعالى. نو يودا. اياد لف وارجع. تعالى. ايوه كده شاطر. تعالى. نو من غير عياط. خلاص. تعال. اول ما هتستكشف وتبدا تتحرك هتلعب في الباسكت. انا ايه ده جرد ده. ماما انا اللي عملتها. شطوره دي، ما هي اللي قعدته في المشاية لوحده. شاطر بيتفرج على القرآن. خد انت يا بابا. تعال بص بيكتشف. اياد تعالى. يا نهار ابيض. انا شفتك. تعالي لي على المطبخ. تعالي يلا. تعالى. برافو. ايوه شطور. تعالى. انا اللي عملتها يا ماما. انت شطوره يا ديما. تعالى وهنبدأ ننكش. تعالى هنبدأ نشيل الحاجة كلها. تعالى. شاطرة يا ديما. شطورة ديما يا جماعة، هي اللي ساعدته قعدته في المشاية لوحدها. صح؟ برافو. كل سنة وانتي طيبة. نو. ايوه النكش ابتدى. نو تعالى. انت هتبقى خطر على البشرية. تعالى. لسه مطلعه المشايه ديت، وتقريبا دي تاني مره يقعد فيها، ما بقعدوش فيها كتير طبعا عشان خاطر رجله، فقعدته كده فيها حاجه بسيطه ما بيكملش اصلا ربع ساعه وزمزق وعيط وزهق. يعني هو زهوق قوي اصلا، ما بيقعدش في مكانه ما شاء الله عليه. فالمهم خدته كده على المطبخ، جه قعد يتفرج عليا شويه، بعد كده شلته بقى قعد. المهم عملت بقى البلح باللبن، وحطيت كمان شوربه الكريمه، وده كان الفطار. شايفين الحلاوه هو ده المال الحلال اهو. شايفين؟ عملت بقى كده الفطار. الحمد لله، ربنا يتقبل منا يا رب ويديم علينا نعمته ويطعم كل جائع ومحتاج. ويا احلى لحظه في يومي، عايزه اقول لكم يا جماعه المطبخ كان يضرب يقلب بعد الاكل ما عملته. فهنا بقى كنت خلاص شطبت المطبخ وروقته، شغلت الغساله ولميت المواعين، وشايفين بقى النظافه واللمعان. يعني بصوا انا كده مرتاحه. عايزه اقول لكم قعدت الاسبوع اللي دي ما كنت تعبانه فيه ده، اقسم بالله المطبخ ما كانش بيفضى من كتر ما انا ما بلحقش اشطبه، ما بلحقش اخلص حاجه من كتر التعب والارهاق الواحد كان فيه. فالدنيا كانت على بعضها، المواعين بتتكاثر وما فيش حاجه بتخلص. فالحمد لله يعني قدرت ان انا اخلص كده المطبخ وشطبه، اغير هدومي واقعد كده. خلصت الحمد لله وصليت العشاء، وقلت بقى اعمل لي كوبايه شاي بحليب عشان تظبط دماغي. وحطيت قطعه من المدلعه جايباها من عند مذاق، احلى مدلعه ممكن تاكلوها من عنده، حلوه جدا وسكرها مظبوط، ما تحسيش انك بتاكلي حاجه مسكره او تجزع نفسك اصلا. المهم يا جماعة ده كده كان يومي وده كان روتيني، فيا رب يكون عجبكم، كان كده خفيف على قلبكم. طبعا لو وصلتوا لحد هنا مستنية دعمكم، واشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي، مع السلامة، توحشوني.